إذا هنا، هل تظن أنك أنت المؤمن الوحيد؟ لا، أنا لا أظن أني المؤمن الوحيد. تقول بس الناس، أقول لك لا تعبد الناس. الآن سيقول لي الأخ الملحد أو الأخ الربوبي أو الأخ الشاك: طيب الناس أنت وحدك، الله ذكر أكثرهم لا يؤمن، أكثرهم الحق كارهون، أكثرهم أن يتبع أكثرهم إلا ظنه. الأكثرية مذمومة في القرآن وممدوح الأقلية، وقليل من عبادي الشكور، قليل ما آمن إلا قليل، إلى آخره. طيب إذا هناك أكثر من ديانة صحيح، لكن الديانة الصحيحة الطبعة الأخيرة ديانة الإسلام. بس كيف نثبتها؟ أولا نقول للآخر المختلف معنا، الياباني، الأمريكي، الأوروبي، الأفريقي، كذا، نقول له: نحن ندعوك للأخلاق العليا، ألا تعتدي، للصدق، للعدل، هذه غايات القرآن العليا. هو إن عرضت عليه الغايات العليا من التقوى، من الشكر وهو التفعيل، من العقل، من التفكر، من كذا، سيجد منظومة جميلة عقلية إيمانية أخلاقية. سيسألك بعد، هي ستهديه للإسلام. لا تأتيه من أسافل المذهب، ائتيه من أعالي الإسلام كما بينه القرآن الكريم. طيب، وإن كابر بعد ذلك، لا، ما كل واحد تعرض عليه الحجة تقول هو كابر. الله هو الذي يعرف، هو الذي يعلم هل كابر أم أنت كانت حجتك قاصرة في تبليغ الدين كما هو أنت. طبعا ولذلك يمكن أفكاري هذا تجدوها صادمة، يعني ليست على مذهب، تمام، قرآنية، وما يشبهها من الحديث سيأتي، ما يشبهها كما في وثيقة المدينة وفي العرض على القبائل، هذا سيأتي، أو إن أتت، إن تمكنا. إذا منطلقات الملحدين غالبا أو من أفكار خاطئة أصلا، وهو أن واقع المسلمين هو الإسلام، أن كتب المسلمين هي الإسلام، أن لغة القرآن هي لغة لسان العرب والقاموس المحيط. هذه غير صحيح. حتى اللغة أو اللسان، يعني كلمة اللغة، الله ما ذكر اللغة في القرآن، ذكر اللسان بلسان عربي مبين. والفرق بين اللسان واللغة أن اللغو من اللغو، لا تسمعوا فيها لاغية، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، غالبا يذكر هذا حتى في هذه اللسان. لكن على افتراض الإسلام نفس الشيء، مع القرآن تعريف الإسلام غير ما ذكرنا من الإقبال والتسليم وكذا. هناك إسلام عالي وهو إسلام إبراهيم، وهناك إسلام نازل وهو إسلام الأعراب. كلاهما قال الله لإبراهيم أسلم، قال أسلمت، وقال الأعراب ولكن قولوا أسلمنا. واضح الفرق بين الطلب الإلهي من إبراهيم بالإسلام، وهو الإسلام في ذروته العليا، وطلبه من الأعراب وهو في الحد الأدنى، وهو الاستسلام العام الجسدي، الانضمام الجسدي للدولة الإسلامية. بقي إصرار الملحد على أن الإسلام فاشل طوال هذه القرون. الآن قد يأتي الملحد ويقول: طيب كلامك هذا صحيح، بس معقول أن المسلمين لم ينتبهوا لهذه الأفكار إلا الآن؟ هل معقول أن أنت فقط أتيت؟ طبعا هذا السؤال جميل وكبير. الجواب لابد أن نعرف بأن جميع الأديان تغيرت بعد أنبيائها، والله والنبي قد ذكر في الحديث المتواتر، فنحن لا ننكر السنة ولكن نذكر ما يشبه، عندما يقول الله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم. وفي آية أخرى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الله يذكر أن سبب الاختلاف أصلا دين الله واحد، سبب الاختلاف أهل العلم هم الذين يفرقون. نحن ما اعترفنا عبادة منا للسلف الصالح، هكذا نسميها الصالح، لم نعترف بهذا التغيير. هل الإسلام كما يقول الملحد أو الربوبي أو كذا طوال هذه العقود؟ نقول قد تم تغييره كما في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا مروي من 10 طرق معظمها صحيح في الصحيحين وغيرها. إذا ما الذي فعلت الأمم؟ فعلنا. طيب أنت انجي نفسك، وسنفصل ربما في هذا إذا في رسائل قادمة ما هو الإسلام وكيف، وهل فشل لم يفشل. الذي فشل الإسلام التاريخي، الإسلام التراثي، إسلام الله لم نعرفه بعد حتى نقول فشل أو نشل إلا الندرة.